السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا اخر حاجة في الفيديو اللي فات، هي ان قطاع الطرق بيشوفوا زاوفان قاعد تحت الشجرة واللي بيكون مستنيهم، وسونغون بيأمر الحارس بتاعه بيقول له انه يهجم على زاوفان ويخلص عليه. ويلا بينا من غير ما نطول كتير نخش في الموضوع على طول. اول حاجة في فيديو النهاردة الحارس بيكون بيجري بسرعة كبيرة على زاوفان، وزاوفان اول ما توصل وضربت السيف بفهمته ثانية بيقول لأنسة ليو ويون هاي انصابوا بالشلل وهما الاتنين دلوقتي بين ايديا. سونغوان اول ما بيسمع زاوفان بيأمر الحارس بتاعه بسرعة انه يتوقف، والحارس بيتوقف على اخر لحظة، وسونغوان بيقول لزاوفان انت بتتكلم جد؟ انصابوا بالشلل فعلا؟ زاوفان بيقول لسونغوان ايه رأيك نعمل صفقة؟ سونغوان بيقول له وايه نوع الصفقة دي ان شاء الله؟ زاوفان بيقول له انا هسلم لك الانسة ليو والطفل اللي معاها بشرط انك تضمن لي انكم مش هتهجموا عليا بعد كده. سونغوان والجنود اللي معاه بيكونوا متفاجئين جدا من اللي بيقوله زاوفان، وبانج تونج بيكون متعصب جدا بسبب ان زاوفان خان عائلة ليو. سونغوان في الوقت ده بيرد على زاوفان وبيقول له وايه اللي خلاك تخون عائلة ليو؟ بيضحك زاوفان وبيقول له وايه اللي خلاك تخونهم انت كمان؟ سونغوان بعد قصف الجبهة ده مش عارف يرد عليه، وزاوفان بيقول له بص يا اسطى محدش بيحب الهلاك لنفسه، ودلوقتي بما ان عائلة ليو كلها اتهزمت انا مش هقدر اكون عائلة كاملة من جديد لوحدي. انا شايف ان استغلال حياتهم عشان اضمن حياة افضل لنفسي ده الافضل، مش هو ده المنطق؟ وبيقول الاتنين عند نهاية الحبل ده، بس في كتير من المنعطفات وانا الوحيد اللي اقدر اوصل لهم، وعشان ما تتوهش مني امسك الحبل ده وامشي وراه. سونغوان بيقول له يخرب بيت دماغك، يعني خلي تتبعهم سهل وكمان ضمنت طريق الخروج من الغابة. لا بصراحة برافو عليك. وبيقول له انا قبلت الصفقة بس اتمنى انك ما تكذبش عليا. زاوفان بيقول له ما تقلقش انا بكلمك بصراحة. سونغوان بيقول له بص يا اسطى بصراحة انا هقولها لك في وشك، انا مش واثق فيك بجنيه يا جدع. وبيضحكوا هما الاتنين بأعلى صوت، واثناء ما هما ماشيين في الطريق بانج تونج بيقول لزاوفان انت مجرد عبد حقير، ازاي تجرؤ على خيانة السيد الصغير؟ احنا وثقنا فيك وانت خدعتنا، وانت يا سونغوان ايها الوغد حتى لو انا مت سأل عنكم جميعا مدى الحياة. وبعد كده زاوفان بيتوقف. سونغوان بيقول له انت وقفت ليه؟ هو ده المكان؟ بيرد عليه زاوفان وبيقول له سونغوان انا جبتك لطريق هوان غتشيوان، المكان اللي هتموت فيه. سونغوان بيقول له ايها الوغد وبيجري عليه بسرعة عشان يمسكه، لكن زاوفان بيختفي من قدامه بسرعة جنونية. سونغوان بيقول للجنود بتاعته دوروا على طريق العودة بسرعة. الجنود بتقول له سونغوان مصيبة حصلت، الحبل الأحمر اتقطع وكمان اختفى بانج تونج. سونغوان بينفجر غضبه ويقول يا ابن الهرمة انت ازاي تجرؤ على خداعي؟ ما تفكرش ان الغابة الضبابية هتوقفني، استنى بس هقتلك وهتشوف. زاوفان بيضحك وبيقول له بس يا بابا الكلام ده تقوله لما تحصل على فرصة عشان تقتلني، وحاجة غريبة جدا بتحصل وهي ان لون الضباب بيبقى احمر. سونغوان بيقول للجنود بتاعته خلوا بالكم، ويبص وراه وبيقول احا دول اختفوا كأنهم ما كانوش هنا اصلا. لحظة هي دي مش مصفوفة سحرية؟ وبنروح للأنسة ليو اللي بيكون واقف جنبيها زاوفان بعد ما انقذ بانج تونج. الأنسة ليو بتقول لزاوفان تم التحكم بهم والقضاء عليهم واحد ورا التاني، وكمان انقذت بانج تونج، تعمل ايه بعد كده؟ زاوفان بيقول لها انستي خطواتي التالية هي مساعدتك، وبيمسك ايديها وبيقول لها ما تتحركيش وخليكي مركزة من فضلك. ويا نهار ازرق دول بيفتحوا بوابة من الارض. وبعد كده زاوفان بيقول اقتلوهم، واشباح مخيفة جدا بتهجم على سونغوان وجنوده. جنود سونغوان بتقول يا نهار بني ايه الاشباح دي بحق الجحيم، والاشباح بتفشخهم واحد ورا التاني، وبيجي دور الاخير فيهم واللي هو سونغوان، والشبح بيخترق جسده وبيخلص عليه. واثناء ما هو في لحظاته الاخيرة من الموت بينطق اخر كلمته وبيقول زاوفان انت مين بالظبط؟ زاوفان بيقول له بكل هدوء اذهب الى الجحيم واسأل حاكمه. وبعد ما الاشباح تخلص على قطاع الطرق بيقف زاوفان وبيقول يعود الغبار الى الغبار، وتعود التربة الى التربة، وتعود الروح الى الروح، وارواحكم تنتمي الي. وبتحصل حاجات غريبة جدا. الأنسة ليو بتقول ايه ده؟ هي المصفوفة خارجة عن السيطرة ولا ايه؟ زاوفان في الوقت ده بيقول بدأت التحولات العظيمة الحاسمة، وبتبدأ التحولات وبتبدأ قوة زاوفان بترتفع من مستوى إلى أعلى. المستوى السابع، المستوى الثامن، المستوى التاسع. وبعد ما تخلص التحولات زاوفان بيقول استهلكت القوى السحرية اللي جابتها الأرواح دي، ولكن كلما زادت سرعة اختراق تلك الأشباح كلما زادت إنجازاتي المستقبلية.
وبيقول الاختراق ده أفضل من اللي قبله، بس الطاقة اللي بتنجبها نقاط الطاقة أفضل من دي ب3 مرات على الأقل. ودلوقتي بقى بما إني تجاوزت المستوى ده لازم أتدرب أكثر على فنون القتال. وبعد كده بيرجع عليه الآنسة ليه واللي معاها. الآنسة ليه أول ما تشوف زاوفان بتقوله انت رحت فين وليه تصرفاتك بقت غريبة فجأة. زاوفان بيقول لها يمكن بسبب وجود عدد قليل من الأحجار الروحية، عشان كده التقنية حصل فيها أخطاء وخرجت عن السيطرة. أنا رحت دلوقتي عشان أتأكد ماتوا كلهم ولا لأ، بس تمام مفيش أي حد قدر يهرب منهم. وفجأة بنشوف نظرة شك غريبة جدا منبعثة من بانج تونج لزاوفان. وايه اللي هيحصل بعد كده هو ده اللي هنشوفه في الفيديو القادم. عشان كده ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما ينزل الفيديو الجديد. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Game over.